اقعد. مستعدين لفيديو النهارده. الكلب الاسود دوت بحر اكتر كلب عامل لنفسه مشاكل، قرب عليا. وده المحترم زيرو. ستوب. ست. ده صاحبي. الكلب ده هوجو من احلى الكلاب اللي انا شفتها في حياتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده حلقة جديدة من قناة مستر هوجو. النهارده هاخد هوجو وهنروح نزور صديق ليا، حلقة من الحلقات المميزة بالنسبة لكم اللي انتوا بتحبوها جدا. والنهارده الموضوع مختلف لاني هوريكم كلاب جيرمان شيبرد شو لاين، وكلاب مميزة قوي، الملون منها والاسود. هوريكم كلاب واخدة بطولات في مصر، وهنتكلم عن الفرق بين الكلب الشو لاين والورك لاين. الحلقة مليانة أحداث، مليانة كلاب حلوة قوي قوي قوي. ما ننساش نصلي على النبي ونقول ربنا يبارك لأصحابها يا رب. ومن غير كلام كتير يلا نبدأ الحلقة. اول ما وصلنا كان في استقبالنا الابطال دول، ما شاء الله عليهم. الكلاب واضح جدا ان في حد مهتم بيهم، فهوري لك ازاي نتعامل معاهم عشان ما تحصلش مشاكل بينهم وبين كلبي. هبتدي افتح الباب وانزل بهدوء، اعرفهم ان انا مش مصدر خطر، ولا زعقت ولا حدفت ولا عملت اي حاجه. بص رياكشنات الكلب اصلا ابتدت ترحب. باشمهندس أحمد أهو وصل. جاهز تنزل؟ يلا جاهز؟ هوجو نازل ملوش دعوه بحاجه، بيمارك اول لما نزلنا من العربيه بيحدد مكانه. هنا هنبدا ندخل في المكان اللي فيه الكلاب في الجنينه اللي هناك ديت. هدي هوجو للباشمهندس احمد واوريكم الكلاب الاول في البيت، وبعد كده هنحاول نعرفهم على بعض. احنا مش عايزين اي كوارث تحصل، فتعالوا افرجكم الكلاب الاول في البوكس، بعد كده هعرض لكم كلب كلب، وفي الاخر خالص هنحاول نعرفهم على هوجو، نشوف هوجو ممكن يسمح لحد فيهم ولا لا. ده زيرو، الكلب الالفا او المسيطر في المكان اللي احنا فيه دلوقتي. عرفوا يعني ايه كلاب بتاخد بطولات، وهنتكلم النهارده في يعني ايه كلب شو لاين مظبوط، كلب يصلح ان هو ياخد بطولات، وكلاب شو لاين عاديه. ده بحر كلاب رويال بلاك. تعالوا الاول هنطلع الكلبين نخليهم يخرجوا طاقتهم، وهوريكم ليه بحر بيعمل لنفسه مشاكل هو مش قدها. تسيب الكلاب تلعب وتفرغ طاقتها في الوقت ده، وانت بتتفرج معايا عايزك تحضر حاجه تشربها، علشان هنستغل الباشمهندس احمد سليمان وهنساله كل الاسئله اللي انتوا كنتوا بتسالوهاني سواء على اليوتيوب او على اي منصه تانية، وهنعرف مع بعض ليه في كلاب جيرمان شيبرد غاليه قوي وليه لا، وايه الفرق بين الكلب الشو لاين والورك لاين، وايه الكلب اللي اشتريه، ويعني ايه كلب بورق، وايه لازمه الورق، وليه الورق بيغلي من سعر الكلب. وتعالوا نلم الكارثه اللي بحر عملها دي وبعد كده نكمل. مش عايزك تروح في اي حته، هندخل الكلاب البوكسات عشان ما يحصلش مشاكل، وهنسمع معلومات قيمه جدا ملهاش تمن من الباشمهندس احمد عن الجيرمان شيبرد، وبعدها نحاول نعرف الكلاب على هوجو وربنا يستر. ايه رايك في هوجو يا باشمهندس؟ لا هوجو ما شاء الله بص، من هو هوجو الكلاب مش هيستجيب معاك قوي، قول له فهوجو انت ست ست. بقى. هوجو ست. بص هوجو للناس اللي يعني اللي المفروض بتفهم جيرمان شيبرد، عنده الجزء بتاع الفخذ الخلفي مرسوم زي رسمه الكلب اللي المفروض يكون الكلب عليه. يعني هو ككلب النهارده كلب راسم نفسه في كونديشن محترم، كلب عنده الفخذ اللي ورا مظبوط، الرجلين اللي قدام مظبوطه. ما شاء هو ده الله. الهدف من الجيرمان شيبرد، فكره ان انت نقاء السلاله. الناس يعني فاهمه النهارده ان البيديجري دوت هو للمنظره، البيديجري ده عشان اضمن ان الكلب اهاليه مش متجوز، كلب مش متجوز اخته، وكلب مش متجوز عمته. ليه؟ اوكي. لان ده كل ده بيعمل عيوب جينيه في الجيرمان شيبرد. طب يعني احنا نقدر نقول على الكلب كلب حلو قوي 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 امتى؟ لما تتوافر فيه ايه يا باشمهندس؟ لما توفر فيه طبعا ان نقاء السلاله، نقاء السلاله ده بيضمن لنا شويه حاجات بنتجنب منها العيوب الجينيه. هي ان مثلا ان الكلب يكون مرسوم صح، ما اوكي. عندوش ليونه في رجليه القدامانيه، ما عندوش مشاكل في الجزء الخلفي، لان المفروض الكاسحه دي ده عيب جيني في الجيرمان شيبرد. العيب طبعا. الجيني ده حتى لو توفر في الجيرمان شيبرد، هي الاصل في الجيرمان شيبرد الورك لاين. اوكي. الشو لاين دوت اما نيجينا نتكلم على الشو لاين ده عيب جيني. العيب الجيني ده المفروض يكون موجود بشكل منضبط. اوكي. الشكل المنضبط ده المنظمات بتاعت الجيرمان شيبرد بتضمنها ازاي؟ ان هي ما تدخلش في السلاله اي حاجه تسبب عيوب جينيه تاثر على اللي اكتر جاي. على اللي جاي. اوكي. لان اوريدي ده عيب احنا بنحاول نتعامل معاه، ان يكون الكلب الكاسحه بتاعته مظبوطه، ان يكون شكل الورك بتاعه مرسوم 90 درجه. تمام، اوكي. الزاويه بتاعت الورك نفسها تكون مرسومه 90 درجه. الورك نفسه مش عالي قوي ولا قصير قوي،
فدي مواصفات. فاللي بيربي جيرمان شيبرد لازم يكون فاهم الاجزاء دي. بعرف الكلب من عند الكتف شكله عامل ازاي، وبعرف الكلب من ورا من شكله تحت عامل عامل ازاي. ازاي؟ ايوه فاهمني؟ فده ليه زوايا. لازم ممكن بعد كده اشارك استاذ مدحت في الموضوع ده، عندي رسومات تبين الموضوع ده. ان شاء الله، يا ريت نبقى نعمل كده. احنا كل اللي عايزينه عايزين نوضح للناس. ظهره خفيف دي كلمه اللي مش فاهم قوي في الغيه. اوكي. لان ببساطه في حاجه اسمها انا ببص على الكلب من تحت، ببص على الجزء السفلي للكلب، ببص على ورك الكلب من ورا، ورك الكلب مرسوم ازاي، وهو الكلب واقف مثلا او بيتحرك او في موفمنت. فوجو الكلب مثلا من ورا حركته شكلها عامل ازاي. ما بصش لجزء الشعر. النهارده الشعر ده مخبي الجزء اللي ورا كله. بالظبط، شعر اظن عالي الناس جدا. شايفه وانا بحرك ايدي ميول الكلب شكلها عامل ازاي. ايوه، فالكلب وحضرتك لو حطيت ايدك على ظهر الكلب يا باشمهندس تشوف لفه الظهر زي ما قال الكتاب بالظبط، في هو ده منتصف الصح. الظهر اللي هي هو ده الفقرات مظبوطه قوي. الفقره ايوه ماشيه بالظبط ازاي. كده، مكان ما انت حاطط ايدك. هي الفكره في كده. هو بالظبط. النقطه مش فكره ان انا ببص على كلب واقف عامل كده بميول عامله كده. ميول عامله كده دي مأثره على الهرب اللي تحت. دي بالظبط، الزاويه اللي بتشغلنا في الكلب. وبتخلي الورك بتاع الكلب قصير قوي، تحسه فار. بالظبط تلاقي الكلب وركه قد كده. بالظبط. ودي بتبقى مسببه الالم للكلب مع العمر، بالظبط. انه يقدر يتحرك. فاهمني؟ فانا مش عايز كلب بيزحف من ورا، ولا انا عايز كلب يكون رايح للورك لاين. لا، انا عايز كلب يكون مظبوط زي هوجو بالمنظر ده. اوكي. يعني ربنا انا يبارك امبارح يمكن لحضرتك. كنت بقول لك الناس لو عايزه تقيس يعني ايه ستاندر على كلب، تقيس على هوجو. هوجو النهارده واقف رافع دماغه، ميول ظهره مظبوطه، الورك واخد ال 90 درجه اللي بنتكلم عليها. اوكي. تمام. واقف عظمه مظبوط، كثافه العظم مظبوطه. هو ده اللي انا ببص عليه في الجيرمان شيبرد. بعد كده ببص على الوانه، ببص على خلقه. ربنا اداني المميزات دي زياده. المميزات دي علت من الكلب، لكن الاساس بتاع الكلب مش تقل الوش بس، مش ان الوش يكون منحوت بس، مش الالوان بس، التناسق يا باشمهندس. التناسق بتاع ان الكلب. الوش يبقى حلو مع الجسم، مع بالظبط كثافه العظم، مع لون الشعر، مع كل ده. بالظبط. طب هسأل حضرتك برضو سؤال تاني. اتفضل. في ناس كتير قوي بتقيم الجيرمان شيبرد من لونه. لا بص، اللون ده معلش، دي باختلاف جينات. لكن هي الفكره كلها الجيرمان شيبرد سيان رويال بلاك او وايت جيرمان، او السيبل اللي احنا بنقول عليه السيبل، او الجولد جيرمان شيبرد، او البلاك اند تان، كل دي الوان للجيرمان شيبرد. فكره بقى ان النهارده كلب وشه خفيف شويه، يقول لك كلب وشه خفيف شويه او وشه فاتح شويه، او مش بيبص على درجه غمقان الوش او درجه الوان الوش، هو بيبص الكلب ده شكله عامل ازاي في الانتاج، بيجيب كلاب عظمها مظبوط ولا لا. طبعا. بصوا يا جماعه باختصار، الورك لاين ده كلب، والشو لاين طفره خرجت من الورك لاين اساسا. اشتغلنا عليها بالانتقاء، ابتدينا نحسن شكل الكلب اكتر من نحسن شغله. في واي تاني خد الناحيه بتاعت الوركينج دوج، وابتدى برضو يطورها من حيث الاجريشن، من حيث القوه، من حيث السرعه، من حيث قوه التحمل. والناحيه التانيه الناس اشتغلت على اللون وعلى الماشيه الجميله، على التناسق، لحد ما وصلوا لحد الشيب اللي انتوا شايفينه ده في الكلاب اللي احنا ابتدينا نقول عليها كلاب شو لاين. هنطلع برضو دلوقتي، هنطلع زيرو بحر الاسود، خليكم عارفين، وزيرو الكلب الملون. هستأذنك يا باشمهندس فك هوجو، اوريكم هوجو وهو بينطلق كده، نخليه يستكشف المكان. بص، هو الكلب بقى واخد اوردر ان هو ست هنا واتفك. باشمهندس سابه ومشي. الكلب لسه في مكانه، ما ينفعش يكسر اوردر في مكان غريب. وده الجانب التدريبي اللي انا هوريكم منه اجزاء النهارده. هوجو يلا فري. اوكي. خليت هوجو ينطلق. هو عمال بيشم مكانه الكلبين مفكوكين وبيلعبوا. هيفضل يمارك على كل حاجة. وفي الوقت ده كان الباشمهندس أحمد عمال مصمم إن أنا لازم أوريله جزء من تدريبات هوجو، وأنا عمال أقول له يا باشمهندس الكلب صدى وصدى، يعني بقاله كتير ما اتدربش، بس إن شاء الله هوجو مش هيكسفني. ونشوف مع بعض كلنا، يا رب يعجبكم وقولوا لي تدوا الهوجو كم من 10. نشوف بعض التدريبات القديمة اللي هوجو كان نسيها. سيبكم تستمتعوا بالفيديو، وانا تركيز هوجو مش عاجبني، فهحاول اخليه يركز وانت قول لي ايه رايك في الاخر. مش محتاج افكرك ان احنا لسه ما بدأناش الحلقه، ولسه ما طلعناش الكلاب، ولسه هوجو ما تعرفش عليهم. الحلقه فيها كوارث، ربنا يستر، خليك متابع. ومش محتاج افكرك برضو، لو انت لحد دلوقتي ما عملتش لايك، يا ريت ما تبخلش علينا باللايك، ونعمل لايك ونعمل شير للفيديو وتنورني بالمتابعه. ويلا نكمل مع هوجو. كان لازم نفصل الكلب شويه عشان ما يزهقش من الشغل. فصلناه، خليناه جري، رجع، ادينا له اوردرات تاني. هنبتدي نكمل. هي دي الفكره، ان انت تخلي ذهن الكلب حاضر ومش متوقع اللي هيحصل دايما. شبه شويه كده كسر الاتجاهات، بس دي بتبقى في الدماغ. تعالوا نفهم هوجو ان مش عاجبني الاداء ونظبط الدنيا. يلا هيل شمال، ما تكروتش. ست
وبما اننا Stay بدأنا sit. مع هوجو شوية شغل، فهنبتدي نهدي الكلب خالص عشان اللي جاي في كلاب ذكور بالغة هتطلع وهيقابلوا بعض، فبحاول برضو اكنترول الكلب زي ما انتوا شايفين على قد ما اقدر عشان الدنيا تبقى اهدى. ما تنساش تقول ما شاء الله وانت بتتفرج. وكفاية كده قوي على هوجو، تعالوا نكافئه ونروح نكمل مع الباشمهندس ونعرف ازاي تتعامل مع كلب جديد اول مرة تشوفه، خصوصا لو كلب كبير. ما ينفعش انت تحط ايدك على كلب او تقبل على كلب من غير ما يكون هو مديك البرميشن بده، من احنا غير ما دي في عالم الكلاب بره مصر بنقول عليه التعامل باي ذا جنتل واي، بالظبط او التعامل بشياكه. احترم سن الكلب دايما. الكلب اللي عنده 4 سنين غير الكلب اللي عنده 6، غير الكلب اللي عنده سنه، غير الكلب اللي عنده شهور. بالظبط. فكل كلب بيبقى محتاج تعامل معين. يعني انا ما مسكتش، يمكن اول مره امسك هوجو، بس النهارده الكلب يسمح لي يديني برميشن بده عشان مدحت سامح له بده، وعشان انا محترم المساحه اللي ما بيني وما بين الكلب. اتعاملت معاه بمنتهى الشياكه اول ويوم مره. ما المس الكلب لازم المسه في النقط المسموح بيها كراجل، مش صاحبه. صاحبه ليه القابليه يلمس الكلب في اي حته، بس انا ليا حدودي في التعامل مع الكلب. الله ينور. النصايح دي يا جماعه والله تتقل بالذهب، عشان في ناس كتير وحوادث كتير بتحصل من عضات. انا وانا ماشي بهوجو ساعات اشوف ناس فاكرينه كلب كيوت. هو اي نعم كيوت وهيسلم عليك، بس انت لازم تيجي تستأذن، عشان لو انت دخلت دخله مش لطيفه هو هيبتدي يتعامل بالظبط. معاك، هيبقى في رد فعل كلب الحراسه، انت خطر اكيد داخل علينا. اكيد انما لو دخلت والكلب لقاني مرحب بيك، خليك تبوسه وتحضنه وتتصور بيه وتعمل كل حاجه. بالظبط انما انت خدت القرار من نفسك، ما تلومش الا نفسك. بالظبط حقيقي. تعالوا نبتدي نطلع الكلاب كلب كلب يلا بينا ونشوفهم. يلا بينا. وبعد كده نطلع زيرو وبحر، هنسلم عليهم ونشوف ايه الموضوع. بص هو بيقربوا، هوجو ما شاء الله فاهم. انا بقول له ما تروحش هناك، يعني ما تروحش هناك. هعرفك عليه اهدى، هعرفك عليه اهدى. تعالى هنا يا هوجو. انا اسف يا هوجو، كان لازم اربطك على منع للكوارث، يعني حفاظا عليك وحفاظا على كلاب الناس، فهنا ربطنا هوجو وده زيرو الكلب اللي هنبدأ نطلعه لكم الاول. فعايزك تبقى مركز معايا علشان احنا هنطلع زيرو بره وهنبتدي نشرح عليه واحدة واحدة كل حاجة بالتفصيل، وهنقول قصة حياته والبطولات اللي واخدها، وبعدها هنبتدي نطلع بحر. خليك متابع، الحلقة لسه ما بدأتش، وركز في الحتة اللي جاية دي. انا هعدل مع الباشمهندس معلومة تدريبية بسيطة كده في ازاي نلبس الكلب الليش والخناقة بطريقة تدينا نتيجة افضل. بص كده. ولا بص يا باشمهندس، معلش ممكن تقلعوا الخناقه تاني؟ هعلمك حاجه سريعه كده تلبسوا اوكي. الخناقه بالطف من كده. الخناقه دي عشان مش بتاعته فهو مش واخد عليها. معلش قلعها له بس، خليه يثبت. اهدى انت، انا عايزك انت تبقى هادي خالص. يعني انت بص اتعامل مع الكلب بهدوء تام. بس اديله اوردر ست الاول. اندهله. زيرو زيرو تعال. قول له يقعد. زيرو ست تعال 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 تعال. زيرو ما عندوش ست دي هو خالص. لسه منتشر. تعال. وعلى فكره زيرو. عامل حساب كبير قوي هو. زيرو ست. اقعد يلا جدع. ست. ايوه هو عايز اهو، بس كده خليه. ايوه بهدوء كده، لبسها له بقى بمنتهى الهدوء. ايوه كده. عود الكلب ان دايما اللحظه دي تبقى لحظه هدوء، مش بلبسها لك وانت بتتنطط. زيرو بقى في الليش اخيرا، احنا كده نتصرف براحتنا بقى عشان زيرو اول مره يا جماعه. هو كلب شخصيته فيها من هوجو شويتين، كلب بيتكر قوي من زيرو. الغرب، يعني مش معنى انه كلب شو لاين ست. ان هو مش كلب قوي. لا ما شاء الله تبارك الله، زيرو كلب يتصاحب ويتحب. فتعالوا انا هخلي الباشمهندس احمد يعرفنا مين زيرو وايه قصته، وهل خد بطولات قبل كده ولا لا. فاتفضل جاوبنا يا استاذ احمد. بص يا باشا، زيرو مبدئيا انا كلب ما اشتريتوش صغير، انا كلب اشتريته كبير، اشتريته هو عنده 2.5 سنين تقريبا. اوكي. من 2.5 سنين ل3 سنين في الرينج ده. الكلب كان اشتريته من شو، كان في شو، كان واخد مركز ثالث. كلب عجبني الصراحه اول ما شفته، اشتريته كان من سنه شو قد ايه لما اشتريته يا باشمهندس؟ تقريبا 3 سنين. اوكي، في يعني رينج هو كان 3 داخل سنين. الشو هو خلاص قاضل. كان اوكي. اول مره ينزل شو. تمام. الكلب انا كنت متابعه من فتره. انا من النوع اللي دلوقتي ما بقيت اجيب كلب، بقيت اشوف انتاجه، اشوف الكلب ده انتاجه ده في اكتر من عمر، انتاجه ده على اكتر من نتايه. تمام. لان ده انا كلب كنت شاريه للانتاج. اوكي. تمام. فاما جيت اجيب زيرو، الاول تابعته شويه كشخصيه عند حد صديق اسمه محمد الزعيم. اوكي. حد محترم يعني. فكلب كان شخصيته حلوه معاه، كلب انتج على كذا انتاج حلو، مميز قوي في المقدمات وفي الدماغ وفي الاناتومي. اوكي. ابتديت ادور على النقط اللي انا حاببها في كلب، وابتديت اختار يعني. شفته في الشو،
كمان حقق في الشو اول مره يلبس ليش واول مره يلبس خناقه، ونزل حقق في الشو. فخلاص يعني كانت المعادله بالنسبه لي اكتملت كده. ما شاء فرحت الله. رحت خدت اشتريت زيرو بعد الشو على طول، ودخلت الشو اللي بعده حققت مركز اعلى من الشو الاولاني، يعني حققت بيه مركز تاني. ما شاء الله. الكلب ما شاء الله هو يعني يمكن حتى الشو اللي بعده ده ما اتدربش بالقدر الكافي، يعني تقريبا اتدرب اسبوع، واسبوع ده في وقت تدريب الكلاب مش وقت ولا يعني. حاجه اصلا. هو بيقلع طبعا الكوت بتاعه كله في الصيف، لسه ما ستفش الشعريه الجديده بتاعته. الكلب فيه حجم اكبر من كده مره كمان. فبس فهو باختصار يعني كلب انا تابعته من الصفر لغايه ما وصل لسن معين واشتريته على الجاهز. ربنا يبارك فايا كان فيه. السعر اللي اشتريته بيه حتى لو غالي، فهو وفر عليا مجهود كبير قوي ان انا شكلك اقدر اشوف. دفعت فيه رقم محترم. دفعت فيه رقم كبير. بس صدقني انا يمكن مربي زيرو ككلب كبير، ومربي بحر ككلب انا ربيته جار اوفر لي من مربيت بحر. يعني اوكي. صرفت على بحر اكتر من صرفت على زيرو بكتير يعني. بتقول لكم يا جماعه احنا بقى، انا هوريكم بحر كمان شويه، واحنا بنحاول نقنع الباشمهندس ان هو يبيع بحر اه ويهتم بزيرو اكتر. ايوه حقيقي. فهوريكم بحر كمان شويه لو حد عايزه ايوه يبقى يخش يتواصل معايا. بس ما حدش يكون بيدور على كلب ب 10 ب 15 ب 20 الف، حتى ما يسالش عليه هو بكام. بالظبط بالظبط. لان الكلاب دي كلاب بارقام تانية خالص، كلاب في حته تانية خالص، كلاب مصروف عليها كتير قوي ومدفوع فيها كتير قوي. حقيقي حقيقي. فتعالوا هوريكم دلوقتي زيرو وهو بيتحرك، ونكمل كلامنا مع الباشمهندس واحنا بنشوف بحر. اوكي. ده زيرو جاي عليا اهو. يلا. عايزكم بس تستمتعوا بالجمال، ما شاء الله تبارك الله، ربنا يبارك لك فيه يا باشمهندس. كلب من اقوى الكلاب اللي عينك ممكن تشوفها بجد. هنبتدي نحرك بحر شوية ونبتدي نلعبه باللعبة الطج ديت، علشان نبتدي نشوفه انا وانتوا مع بعض. وبعد كده هنطلب الباشمهندس يدخله البوكس. وقت يلا. ما شاء الله، هي كلمة على البوكس، الكلب رايح على البوكس. استعدوا علشان هنطلع الكلب الاسود، بحر المجنون. ما شاء الله عليك يا زيرو. بحر هو قلب الدنيا وهيشيبنا قسما بالله اول لما يطلع. بصوا فرق خروج بحر من فرق خروج زيرو، فرق الكلب المهايبر من فرق الكلب العاقل المدرك بوجود الناس الغريبة في البيت. تعالوا هنخلي الباشمهندس يكلمنا عنه بالتفصيل ويحكي لنا قصة حياته، واقول لكم الفرق بين كل كلب في التاني. ده بقى بحر يا جماعه، بحر كلب رويال بلاك. هو مولود عندك يا باشمهندس صح؟ مولود عندي تمام، هو واخواته، وانا وقفت بحر منهم. بحر سيك. كلب بيحب اللعبه قوي ويلعب براحته. فهو كان عندي جار، فهو كلب كلب جميل قوي، كان عاجبني فيه شخصيته طبعا، وهو جار. الكلب يعني من الكلاب اللي حنينه قوي مع الاطفال، كان ده اللي شاغلني قوي مع كارلا. كارلا كانت حباه فخليته تمام دونا عن اخواته كلهم، يعني اخواته بعتهم. فهو كلب كويس وكلب دبل كوت. هو مش كلب كويس، هو كلب جميل والله. كلب دبل كوت، وكلب انا نزلت بيه الشو تمام. الكلب برضو خد تالت. الكلب متقيم في الشو، بينتج ورق FCI. كلب اهاليه جامدين قوي قوي قوي. يعني ده واخد تالت 24 صح؟ تالت في الشو اللي كان تحت سن السنتين، في الشو اللي كان زيرو بيلعب فيه فوق السنتين. كلب مميز جدا. كلب يمكن انا عندي انتايه شايله منه دلوقتي، وعندي انتايه تانية متجوزاه تمام. كلب حلو في انتاجه. فبس كلب فيه شويه مواصفات حلوه، وكلب لا محقق معايا. يعني دي الشعرايه كمان بتاعه الصيف. كلب ما بيعتبر ما بيقلش، مش زي يختلف عن زيرو ان زيرو بيقلش. اوكي. بحر يعتبر ما بيقلش، دي شعرايه الصيف اللي الناس شايفاها دي. هو دبل كوت. ما شاء الله. فكلب مميز في شويه حاجات كده الصراحه، هو شاطر فيها سيك. فكلب مميز في شويه حاجات الصراحه. وانا شايف الكلب الاناتومي بتاعه مظبوط قوي. عظمه مظبوط قوي، بيمشي رص، خطوته حلوه قوي، عامل زي الحصان العربي بالظبط، عنده موفمنت رائعه، الله اكبر. عنده درايف جبار، بس محتاج يتوظف صح. شايني بتاع الشعرايه ده، اللمعه بتاعت الشعرايه ده بتدل على صحه صحه الكلب. الكلب طبعا دي معلومه مهمه قوي يا جماعه، خلوا بالكم منها. ان طالما كلبك شعرته بتلمع ما تقلقش عليه من حاجه، لان هو يعني الجزء الخارجي من الكلب بيتكلم عن الجزء الداخلي من الكلب. فعايز طبعا يعيش ككلب عادي، طبعا. يعني هي الفكره في كده. فهو لا ما شاء الله، هو كلب محقق معايا معادله، ومعادله صعبه قوي. يعني حتى لو استغنيت عنه هستغنى عنه عشان عندي زيرو محقق لي برضو نفس المعادله. المعادله لكن النفسيه بقى، الحب. طبعا اللي لكن هو لو النص التاني، النص صاحبك التاني الانتيم بجد. بالظبط. انما لو مش عندي زيرو انا ما استغناش عن بحر ابدا، لأن بدور دايما للكلب الاصلح ليه ان هو
يبقى مع حد تاني يبقى هو معتني بيه هو بس لوحده، وهي دي هتبقى افضل كتير قوي من ان هو يبقى قاعد مع ذكر تاني متقاسم معاه في الحب، متقاسم معاه في العنايه، متقاسم معاه في كل حاجه. غالبا هنا اقنعت الباشمهندس يبيعه خلاص. هي الفكره كلها زي ما بقول لحضرتك كده، تربيه الكلاب بشكل عام ان انت تكون بتعرف تدي الكلب كل الحب كل الوقت كل الكلام ده كله، محدش يقاسمه فيه. ففكره ان حد طيب ذكر تاني يقاسم الكلب في الموضوع ده بيبقى صعب. بالاخص كمان انا مش بربي كمزرعه، انا مسجل مزرعه وكل حاجه، بس انا بربي كراجل بيربي في بيته، بيحب الكلاب، بيهتم بيها. الموضوع مش مهنه خالص، هو الموضوع باين هوايه. اصلا في رياكشنات الكلب وارتباط الكلب بيك. بص ايه رايك نبدا نعرف هوجو على زيرو ولا على بحر الاول؟ نعرفه على بحر بحر لان في هيبقى الاهدى، اسهل خالص. نخلينا في الاهدى. بحر سنه صغير انما زيرو سنه كبير دايما. لو لقينا الموضوع اوكي وممكن يلمسوا بعض هنخليهم يلمسوا بعض، بالظبط. وبعد كده ادعوا لنا ربنا يستر لما زيرو يطلع. أيوة. يلا هقابلكم لما نجيب هوجو. هنروح نجيب هوجو ونخش الاول نعرفه على بحر الصغير، بعد كده نخش على زيرو وربنا يستر. هاخد هوجو دلوقتي يتعرف على بحر. خليك ماسك الليش كويس. قرب كده، تعالى ما تخافش، قرب هنا. تعالى هوجو انا اعرفك عليه. هوجو عايز، بص مش شايف بحر اصلا. دي غلطات زيرو مع الكلاب الكبيرة اللي هتحطه في مشاكل كبيرة قوي 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 لو ما ده كان تعدلش. اكشن هوجو مع بحر. هنا بعد ما هدينا الموقف تاني هنحاول ندي الهوجو فرصة تانية يتعرف عليه. هنا هوجو تعرف لقى ذكر فقفش أكتر. يا جزمة، هو عارف انه ذكر بس. طب يلا يا جماعة، يلا يا جماعة ندخل بحر عشان هوجو قفش عليه جامد وطلع زيرو وربنا يستر. زيرو طالع اهو، هوجو قاعد اهو، ربنا يستر عشان الغلطة هنا هيبقى فيها دم كتير. ايوه. وهنا اللقاء اللي كان مخوفني من قبل ما اجي، لان زيرو كلب شخصيته قوية جدا وكلب الفا وكلب شرس مع الناس كمان، ما بيسمحش لاي حد يقرب. بس رد فعل زيرو فاجئني اقسم بالله. يا جماعة هوجو رافض تماما وجود زيرو، انا هحاول اهديه شوية ونحاول نقربهم بحرص وربنا يستر. هوجو ايزي ايزي ايزي، اتعرف على زيرو. هو دلوقتي هوجو مش عايز زيرو، هات زيرو كده يا عبده. وزيرو زي ما انتم شايفين هو الموضوع بالنسبه له اللي هو ايه ده وانتم مطلعين. انا رياكشن زيرو مفاجئني. زيرو كلب محترم قوي، وحتى هوجو ما بيهوهوش على زيرو، هو بقى عايز يقعد عبده. يعني هما الاثنين بقى في موضوع مختلف تماما. الاثنين عارفين قوه بعض، الاثنين عارفين ان هما الكوره في بعض. بصوا هوجو عايز يقعد عبده، اقعدوا يا هوجو اقعدوا. بصوا ادب زيرو، انا مش مصدق الادب ده. انا قلت هو هيطلع يتخانق. زيرو ما حد يدخل مساحته، فاللي قدامه يتعدى حدوده يعني. وانا مش عايز اتعدى عشان انا بحب زيرو قوي. هوجو خلاص انف. احنا بنحاول نقنع الباشمهندس. ارجع ورا تاني. بنحاول نقنع الباشمهندس ان هو يطلع بحر. فلو حد فاهم قيمه الكلب دوت وعارف هو ايه يتواصل معايا، خليه يتواصل بالباشمهندس احمد سليمان على طول. وفي اخر الحلقه هقول لكم ان انا النهارده وريتكم كلاب من اقوى المستويات الجيرمان اللي انا شفتها واللي انتم كمان هتشوفوها. سيبك من الكلام الشعبي اللي بيفضل يتقال وناس تفضل تقول كلام كده. انا حاولت في الحلقه اوضح لكم على قد ما اقدر. انتوا لو عندكم اي اسئله ما تنسوش تكتبوها لي في الكومنتات. كان معانا الباشمهندس احمد سليمان، كان معانا زيرو الكلب القمر الجيرمان شيبرد، وكان معانا هوجو النهارده البطل بتاعنا. وانا مدحت الحسيني. اشوفكم الحلقه الجايه. الحلقات اللي جايه قويه جدا، ما تنساش تعمل سبسكرايب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.